بيحكي الفيلم المبني على قصة حقيقية في توقيت الحرب الأهلية الأمريكية، وبيقول إن في مدينة لويزيانا الأمريكية واجه أكتر من 350 ألف شخص أسود العنصرية، وكان قدامهم اختيارين اتنين. أولهم إنهم يستنوا جيش الاتحاد بقيادة الرئيس الأمريكي لينكولن إنه يحررهم، أو إنهم بنفسهم يوصلوا للحرية دي. وبنشوف مدينة لويزيانا وتحديدا مزارع القطن فيها، وبنشوف واحد بيتكلم مع مراته وولاده وبيوصيهم إنهم يكون عندهم صبر وإيمان بالله، إن ربنا هو الخلاص الوحيد من كل شر في الدنيا. وأثناء ما هو بيتكلم معاهم بيدخل عليه اتنين بيكون أسلوبهم وحش جدا معاه، وبيطلبوا منه إنه يروح معاهم، وكانوا هيضربوا ولاده فبيضرب واحد منهم، بس لما بيهددوه إنهم هيموتوا مراته بيوافق يروح معاهم.